اوعي تضربي ابنك لانه عمل تبول لا ارادي وهو نايم بالليل، رغم انك انت كنت علمتيه خلاص وكان بطل يعمل الموضوع ده. لازم تفهمي الاول ليه بدأ يعمل كده تاني، ليه رجع للموضوع ده تاني. وارد جدا ابنك يكون بيعاني من حالة اسمها اضطراب كرب ما بعد الصدمة، فعلشان كده لازم نفهم ليه هو عمل كده تاني. ايه الموقف المؤذي اللي اتعرض له وخلاه يرجع لحاجة زي دي؟ هل تعرض لموقف مؤذي في البيت، في المدرسة، في الشارع؟ لازم نقعد ونتكلم معاه، وانصحك انه لو الموضوع اتكرر اكتر من مرة لازم تلجئي لدكتور او متخصص نفسي وتشوفي حل معاه للموضوع ده. مستني تكتبولي في التعليقات حصل معاكم موقف زي ده ولا لا، وعملتوا ايه مع اولادكم وقتها. والسلام عليكم.